نلاحظه بأنه حركة النهضة الآن تدفع ثمن غالي نتيجة تهاونها أو نتيجة أسلوبها السابق في التعامل مع الظاهرة السلفية، لأن المواطن العادي حقيقة لا يفرق بين السلفي وبين المنتمي إلى حركة النهضة، وبالتالي كل ما يصدر عن هذه الجماعات يحسب على حركة النهضة بالضرورة، أي أن الجماعات السلفية تستهلك رصيد الشعبي لحركة النهضة وتقدمها في صورة الحامية لمثل هذه الأطراف المتشددة والتي أصبحت في كثير من الحالات تهدد الحريات الفردية والجماعية. نعم. سيد منصف